لجماعة الإخوان المسلمين العديد من الضحايا في مختلف محافظات مصر، ولكن نجد لهم ضحايا في محافظة الفيوم التي انتخبت مرسي عن بكرة أبيها، والتي شغل معظم مقاعدها النيابية في مجلسي الشعب والشورى مرشح الإخوان. معنا اليوم مواطن بسيط أحمد أبو فارس يبلغ من العمر 28 عاما، لا له ولا عليه سوى أنه كان يقوم بتفسيح أسرته في إحدى الحدائق بالفيوم بميدان قارون، فكان هرج ومرج من رجال جماعة الإخوان والذين اعتدوا عليه وأحدثوا به العديد من الإصابات، ما نشاهده الآن في ذراعه وبعض أنحاء جسده. بتعرف بيه، عرف نفسك. احمد محمد عبد الله. تشتغل ايه يا عم احمد؟ سواق تاكسي. سواق تاكسي. ايه اللي حصل معاك؟ اللي حصل كنت بفسح اولادي في ميدان السواق، مسيره الاخوان المسلمين معديه، نزل الدب علي، نزل الدب عاطل بباطل كده بلا مبرر؟ بلا مبرر. ليه بقى؟ امن دوله ولا امن مركزي اخر؟ لا ما كانش في اي حاجه غير مسيره الاخوان المسلمين فقط لا غير. كانوا بيضربوا الناس وهم ماشيين في المسيره؟ لا، مسيره الاخوان المسلمين هم اللي كانوا بيضربوا الناس الا على ميدان السواق، ما كل ما كان جنب ترابيزه التمرد، كل اللي كان يقترب من ترابيزه التمرد فقد ضرب، مش انا لوحدي. يعني انت كان ذنبك الوحيد ان انت جالس انت واسرتك مكونه من ايه الاسره؟ مراتي وطفلين 6 سنين و3 سنين. ضربوكم كلكم؟ لا انا الواحد اللي ضربت. ضربوك بايه؟ الشوم ومواسير حديد معلقين فيها الاعلام، بيرموا العلم واصبح السلاح بيبقى في ايديهم. العلم علم مصر ولا علم الجماعه؟ لا، اللي هي اليفط بتاعتهم، يفط الحزب الحريه والعداله. يعني بيضربوكم باسلحه حزب الحريه والعداله. كان نصيب اصاباتك ايه؟ هنا في 3 كسور وشرخ، وهنا في كدمه هنا في الركبه. ايوه في ضلوع. كل ده وانت بلا ذنب بلا جريره. تقول لمحمد مرسي ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل. والطالب ايه بيوم 30؟ مين؟ يرحل. يرحل جميع اجهزه الدوله من ضده. وحكم ضعيف عدواني، الناس بتاعته بتعتدي على الناس. انت بعد اللي شفته من جماعه الاخوان وحزب الحريه والعداله عندك استعداد تنتخبهم او تسيبهم على كرسي الحكم ساعه؟ ولا اي منصب في البلد يعني. تقول ايه للشعب المصري اليوم 30 ويعملوا ايه؟ ما حدش يخاف ينزل يوم 30. ما حدش يخاف ينزل يوم 30. هم بيعملوا كده عشان الناس يرهبوا يوم 30 والناس تخاف ما تنزلش. انت هتخاف ومش هتنزل؟ لا طبعا. نازل ثابت على موقفك؟ طبعا ان شاء الله. على بركه الله. ونشكرك يا استاذ فارس. الله يكرمك. والف لا باس، وقلوبنا كلها معاك وقلوب الشعب المصري معاك. الله يكرمك يا فندم. شكرا يا استاذ فارس. شكرا، تحت امرك. السلام عليكم.